رسميا انتهت حكاية لوكا مع الريال. آخر مباراة في سانتياغو برنابيو، يا لها من لحظات ويا له من حدث. صراحة بعض اللاعبين ما بتتمنى رحيلهم عن الفرق اللي بيلعبوا فيها، ما بتتمنى انهم يتركوا كرة القدم. ولوكا ده واحد من النجوم اللي يمكن انه ما عنده اعداء في كرة القدم، سواء كان جمهور الريال او غير جمهور الريال. لاعب محبوب، ودي نوعية قليلة من اللاعبين اللي بتلقى انه كل جمهور كرة القدم بيحبه. عشان كده اليوم شهدنا الوداع الخاص ده من جمهور الريال وحتى جمهور كرة القدم. شهدنا اللحظات المؤثرة في أرض الملعب حتى من لاعبي سوسيداد. شهدنا الاحتفال باللاعب، شهدنا الوداع الخاص. كل شيء كان جميل في البرنابيو. الملعب مكتظ عن آخره بالجمهور، ما في مكان شاغر. الجميع جاء يحضر وداع الأمير. النجوم المؤثرين كل من له علاقة بكرة القدم جاء لهذا الوداع الخاص. وكانت اللحظة الأجمل واللحظة الأبرز رفيق الدرب وزميل العمر توني كروس. شاهدنا كلنا يمكن العناق الخاص، عناق صامت لكن بيتكلم عن أشياء كثيرة جدا. بيتكلم عن 12 سنة في سانتياغو برنابيو، عن تفاصيل كثيرة داخل الملعب وخارج الملعب، في غرف الملابس، في المدرجات، في كل مكان. 12 سنة لحظات جميلة جدا، مباريات كثيرة، أهداف كثيرة، ألقاب كثيرة، تمريرات كثيرة حاسمة. عزفوا في أرض الملعب ده موسيقى يمكن من الصعب إنها تعزف. قدموا كل شيء في أرض البرنابيو. هكذا تكون الصداقة وهكذا تكون الرفقة. توني كروس، لوكا مودريتش، لحظة لن ينساها جمهور ريال مدريد مدى الحياة. اليوم الريال فقد لاعب كبير جدا، فقد العقل المدبر والقلب النابض والصوت الهادي في لحظات الضجيج. فقد الأسطورة والعازف والفنان والشاعر وكل شيء. لوكا لاعب مهما الواحد تكلم عنه ما بيقدر بيوفي حقه، وما قدموا للريال شيء كبير جدا. عشان كده شهدنا الحب ده من جمهور ريال مدريد، شهدنا الوداع الخاص ده. وداعا لوكا مودريتش. صراحة جمهور ريال مدريد محتاج زمن طويل جدا عشان انه يقدر يتأقلم على فراقك، يتأقلم عشان انه ينسى اللمسات اللي كنت بتقدمها في كرة القدم، الأهداف الجميلة، الضربات الثابتة، أهداف من خارج منطقة الجزاء، التمريرات بخارج القدم. كل شيء كان جميل في أرض الملعب وخارج الملعب.